معظم الناس اللي هتعمل بيزنس لنفسها في 2026 هيفشلوا، وده لأنهم بيفكروا بنفس طريقة 2020 اللي كان شغال من سنتين فاتوا وما عادش شغال دلوقتي. الاقتصاد والعالم كله اتغير من وقتها. فلو عاوز تبدأ بيزنس بس مش عاوز تضيع وقتك ولا فلوسك في حاجة قديمة، فانت محتاج تشوف الفيديو ده، لأن أنا دورت وحللت مشاريع كتير جدا، وفي الفيديو ده هصنفهم لك من أسوأ لأحسن فكرة مشروع تبدأ فيه في 2026. التصنيف ده متقسم 5 فئات، من أول الفئة الأخيرة ودي الأسوأ واللي ما تتعبش نفسك فيه أصلا، والفئة الرابعة واللي فيها أنواع مشاريع ممكن تسأل نفسك هل تستحق المجهود ده بالنسبة لك، وفي الفئة الثالثة وده اللي بيديلك دخل ثابت وده حلو بس مش لكل الناس، والفئة الثانية دي أنواع المشاريع اللي السوق لسه محتاج فيها ناس كتير، وطبعا الفئة الأولى ودي الأعلى ربحا فيهم بس محتاج حد فاهم في البيزنس أو متابعني. فخلينا نبدأ بأول بيزنس. أول حاجة لازم تفهمها إن في مصطلح في البيزنس اسمه الريد أوشن، وده بيكون دليل على وجود منافسين كتير في سوق معين، واللي بيخلي لونه أحمر اللي هو لون الدم بسبب التنافس العالي عليه. فبتلاقي فيه إن العرض أزيد من الطلب. صناعة المحتوى العام دي بتكون الشخص اللي عاوز يكون انفلونسر بدون هدف واضح، لأن الفئة دي بيكون الدخول ليها أصعب كل سنة. عشان تكون انفلونسر وليك متابعين فانت محتاج يا اما تعمل حاجه اكستريم جدا يا اما تعمل حاجه جديده على الناس وما شافوهاش قبل كده عشان تلاقي تفاعل. فنوع الفيديوز اللي انت بتعملها عشان تحكي حاجه حصلت في يومك او تورينا اماكن بتسافر فيها ما عادتش رائجه بنفس الشكل اللي كانت موجوده فيه في 2020. كمان طبعا مع زياده محتوى الاي اي اللي بقى يلاقي تفاعل اكتر من المحتوى البشري، فلو انت بتعمل فيديوز من غير ما تركز فيها على جمهور معين تكلمه او تعمل له محتوى او ما عندكش حاجة تميزك عن الباقيين، فده نوع البيزنس اللي صعب تنجح فيه او تعمل منه فلوس. مميزاته طبعا ان سهل تبدأ فيه، مش محتاج اكتر من الموبايل اللي في ايدك، بس على الناحية التانية عيوبه ان سهل تبدأ فيه. سهولته دي بتخلي كل الناس تقدر تبدأ فيه، ودي حاجة بتخلي العرض اكتر من الطلب. ممكن وانت بتعمل سكرول على تيك توك او انستجرام تحس ان الموضوع سهل، لان انت بيظهر لك فيديوز كتير لانفلونسرز معروفين عليها تفاعل كبير وليهم قاعدة متابعين كويسة، بس هي دي فكرة البلاتفورم أصلا. الألجوريزم بتاعها مش بيظهر لك إلا أقل من 1% من المحتوى اللي بيترفع عليها كل يوم، فأنت بتشوف المحتوى المشهور لكن ما تعرفش فيه قد إيه صناع محتواهم بيتدفن. تاني عيب في البيزنس ده إنه مكلف جدا من ناحية الوقت، محتاج سنين عشان تبني قاعدة متابعين، خصوصا لو أنت مش محدد مجال معين تتكلم فيه. ونوع البيزنس ده هنحطه في الفئة الأخيرة، انستجرام كاروسلز او الثامبنيلز على يوتيوب. وده نوع من الجرافيك ديزاين اللي مش محتاج حد محترف في الفوتوشوب عشان يقدر يشتغل عليه. المجال ده اصلا فاضي لان كل الناس متجهه لشغل الجرافيك ديزاين المعقد اللي بتستخدم فيه فوتوشوب للبزنس او للعيادات، للبراندز اللي عاوزه تعمل اعلانات في المواسم، لكن ناس قليلين اللي متخصصه في الجرافيك ديزاين او البوستس بتاعت صناع المحتوى، واللي ممكن اصلا تجهز تمبلتس خاصه بيك وتبيعها كديجيتال برودكت لصناع المحتوى، او تعمل لكل حد ثيم خاص بيه هو. من مميزاتها ان طبعا ما فيش فيها منافسين كتير زي ما قلت في مجال صناع المحتوى، كمان سهله مش محتاجه فوتوشوب وهتاخد وقت قليل جدا عشان تتعلمها، وفي فيديوز كتير جدا على يوتيوب تقدر تتعلم منها. عيوبها بقى انها محتاجه ان اللي يشتغل فيها يكون عنده ذوق فني شويه، بس حتى دي حاجه تقدر تتعلمها مع الوقت، وعشان كده هنحطها في الفئه التانية. ايا كان نوع الخدمات اللي انت بتقدمها تقدر تعمل منها ايجنسي، سواء في التسويق والاعلانات، البرمجه، الجرافيك ديزاين، وطبعا صناعه المحتوى للبزنس التانية، الشركات، العيادات، او حتى لو مش عاوز تشتغل في المجال ده كله ففي حاجات تانية زي الحسابات والفواتير. الايجنسي عموما نوع البزنس اللي بيجي منه فلوس كويسه جدا وبتكبر مع الوقت، بس محتاج حد فاهم في البزنس، كمان بيحتاج خبره الى حد ما في المجال اللي هو بيشتغل فيه، فدي هنحطها في الفئه الاولى. اي حاجه تقدر تمسكها هي فيزيكال برودكت. النوت بوك دي ده فيزيكال برودكت، الهايلايتر ده فيزيكال برودكت. فانت ممكن تتواصل مع مصنع او موردين يعملوا لك المنتج اللي انت عاوز تبيعه ده، وتعمل لنفسك براند على السوشيال ميديا زي الفاشن براند. هو كبزنس كويس وله ربح معقول. مميزاته انك بتبني براند لو التزمت بيه لمده كبيره هتقدر تحقق منه فلوس، لكن عيوبه بتكون موجوده في تكلفه المنتجات نفسها. انت بتحتاج راس مال عشان تبدا، عشان يكون عندك ستوك تبيع منه، كمان محتاج تستثمر فلوس في المحتوى والتسويق مش بس المنتج، وطبعا بياخد وقت كمان في التعاملات الداخليه زي المتابعه مع كل عميل والمتابعه مع شركه الشحن، الفواتير،
كل ده بيخلق ضغط اكتر على صاحب البيزنس، خصوصا لو شغال لوحده. كمان طبعا في منافسين كتير في السوق زي امازون، وده بيخليه المنافسة فيه صعبة، فهنحطه في الفئة الرابعة. الدروب شيبينج ده نوع البيزنس اللي انتشر في 2020 وقت ما كان الاونلاين شوبينج في البيك بتاعته. في البيزنس ده انت بتشتري منتجات من الصين من على مواقع زي علي اكسبريس او علي بابا، وتبيعها اونلاين بهامش ربح كويس سواء على السوشيال ميديا او على شوبيفاي. من مميزاته انك تقدر تعمل منه فلوس كويسه من هامش الربح اللي هتكسبه. كمان سهل اي حد يبدا فيه ومحتاج راس مال بسيط، لكن من عيوبه انه محتاج مجهود كبير عشان تبدا. يعني محتاج انك تدور على احسن منتج او المنتج اللي عليه طلب، وطبعا لما تلاقيه هتلاقي منافسين كتير ليك بيشتغلوا على نفس المنتج، فانت بتضطر تعمل عنه اعلانات عشان تبيع وتصرف فيها، وطبعا المنافسين بيعملوا نفس الحاجه، فده بيزود من ثمن الاعلان، وكل ده بيقلل من الربح اللي انت بتكسبه. كمان السنين الاخيره الناس بقى عندها وعي اكتر بالمنتجات الرخيصه او اللي جودتها قليله، ده طبعا بجانب ان الاونلاين شوبينج ما عادش زي فتره الكورونا، فالبيزنس ده هنحطه في الفئه الاخيره. السوشيال ميديا مانجر او السكريبت رايتر دي حاجات تابعه لمجال صناعه المحتوى، لان صناعه المحتوى بقى ليها اقتصاد كامل مبني عليها، مش بس الشخص اللي بيظهر قدام الكاميرا. في شركات كتير بتتخصص في كذا مجال من صناعه المحتوى زي التصوير مثلا والفيديو اديتنج. فنوع البيزنس زي انك تكون فريلانسر في اداره صفحات السوشيال ميديا او السكريبت رايتنج، ده من مميزاته انك بتعمل حاجه انت اوريدي بتعملها كل يوم، بانك تسكرول ترد على كومنتس ترد على مسجز. لكن من عيوبها ان في ناس كتير بتعمل نفس اللي انت بتعمله ده وبيعرضوا الخدمه دي على صناع المحتوى، طبعا باسعار قليله، بس هو زيه زي اي مهاره تانية تقدر تشتغل بيها فريلانسنج، بتتطور فيها مع الوقت وتقدر تكسب منها فلوس اكتر. لكن للاسف الفلوس دي ليها ليميت، لان هي محكومه بوقتك. انت هتقدر تشتغل مع عدد عملاء معين، مثلا 5 بس في الشهر، مش هتقدر تزود عن كده، فالربح اللي هيجيلك هيكون له حدود، وعشان كده هنحطها في الفئة الثالثة. ده تخصص من الفيديو اديتنج في الفيديوهات القصيرة بس لانستجرام وتيك توك، وانا هنا مش بتكلم عن الفيديوهات اللي منتشرة بشكل كبير في الفترة دي لأي بيزنس، اللي هي تبان فيديوهات دعائية واللي فيها تفاصيل معقدة، لأن الناس لما بتسكرول على انستجرام أو تيك توك لو شافوا فيديو حسوا فيه إنه إعلان لحاجة بيقلبوا من عليه على طول، فهم مش بيدوروا على الفيديو اللي معمول فيه اديتنج رهيب وحاجة مبهرة، لا هم بيدوروا على الحاجة البسيطة اللي تسليهم. أصلا وانت بتسكرول هتلاقي فيديوز بسيطة جدا لصناع المحتوى الاديتنج فيها بسيط، حتى الساوند افكتس قليلة، ومع ذلك بتجيب تفاعل كبير. بس انت ممكن تكون ما تعرفش ان مش هم اصلا اللي بيعملوا الاديت لنفسهم، في ناس بتعمل لهم الاديت بس بكاب كات. فده كمان مجال مفتوح تقدر تتعلم فيه المهارة دي وتعمل حاجة لصناع المحتوى او حتى البراندز، وعشان كده هنحطه في الفئة التانية. الكورسات الاونلاين زي كورس احتراف الفوتوشوب اللي ب5 أو 7,000 جنيه، مع 2026 المعلومات او التعليم عموما بقى سلعة قريبة من السلع الاستهلاكية، فليه حد ممكن يدفع فلوس في كورس ممكن يتعلمه مع الاي اي ببلاش، او حتى يتعلموا مع ناس هتقدم لك نفس المحتوى على يوتيوب مجاني. البيزنس ده مميزاته انه بيجيب فلوس ليك وانت نايم، المجهود بتعمله مرة واحدة في الكورس ده وبعد كده بيتباع. لكن عيوبه زي ما قلت ان التعليم كل سنة بيبقى ارخص، وكل حاجة تقدر تتعلمها مع الاي اي فور فري. كمان تكلفة التسويق والبيع والوصول لعملاء عشان تبيع لها الكورس ده بقت عالية، فده هنحطه في الفئة الرابعة. اليو جي سي، وده كمان في مجال صناعة المحتوى. ده نوع المحتوى اللي بيعملوه ناس بيستخدموا المنتجات، يعني في براند معين بيتواصل مع شخص عادي لا انفلونسر ولا موديل عشان يجرب المنتج ويعمل عنه محتوى، خصوصا الفاشن براندز، وياخدوا المحتوى ده ينزلوه على صفحاتهم ويعملوا عليه اعلانات. من مميزات البيزنس ده ان سهل تبدأ فيه، لان انت بس محتاج الموبايل بتاعك وانك تكون بتعرف تصور شوية، وتقدر تبدأ بمنتجات او لبس اصلا عندك وتعمل منه بورتفوليو. لكن من عيوبه انه بيحتاج وقت عشان تقدر تقنع البراند بانه يتعامل معاك. كمان فلوسه قليله او ليها برضو حدود بالنسبه للفلوس اللي الانفلونسرز بياخدوها. كمان من عيوبه انه كل ما تكبر وتزود سعرك ممكن يجيلك عملاء اقل، لان في رينج من البراندز بين براند ما عندهاش بادجت كفايه انها تدفع لانفلونسر، وبين براند عندها بادجت كبيرة وما بتشتغلش غير مع انفلونسرز. فانت محتاج تفضل تقدم سعر معقول في النص عشان البراندز الصغيرة او اللوكال براندز تقدر تشتغل معاك، وعشان كده هنحطه في الفئة الثالثة.
ده كمان في مجال صناعة المحتوى، ده بتشتغل فيه بانك تعمل ريسيرش عن ازاي تخلي المحتوى فايرال، وده ناس كتير محتاجينه سواء بزنس وبراند او صناع محتوى، لان بتساعدهم فيه ان المحتوى بتاعهم يتشاف اكتر. وده بتعمله بانك تبني استراكشر لكل مجال، مثلا سواء في البزنس او في صناعة المحتوى. طبعا مشاريع كتيرة بتعاني في موضوع المحتوى ده عشان يتشافوا ويقدروا يبيعوا، فانت تقدر تستهدفهم وتتكلم معاهم وتساعدهم في المحتوى، وكل ده هتقدر تعمله من الموبايل. كمان تقدر تساعد صناع المحتوى في إعادة استخدام محتواهم، يعني لو في حد مثلا منزل فيديو على يوتيوب، انت تقدر تستخدم الفيديو ده بانك تعمل منه شورت فورم لانستجرام او تيك توك، فانت ممكن تتكلم معاه وتقول له ان انا اتفرجت على الفيديو وفي عندي افكار لكذا وكذا ونقدر نعمل منه فيديو كذا. يعني ببساطة هتقدم نفس المعلومات اللي موجودة في المحتوى اللي على يوتيوب على انستجرام، بس طبعا بشكل مناسب لانستجرام. ونوع البيزنس ده هنحطه في الفئة التانية. السوفت وير از سيرفيس دي شركات بتقدم لك خدمه مش منتج فيزيكال، وبتدفع لها اشتراك شهري عشان تستخدم الخدمه دي. شركات زي نتفليكس او زوم او كاب كات وشركات تانية كتير بنفس الشكل. دي طبعا شركات كبيره ومعروفه، بس انت تقدر تبدا بشكل صغير بانك تختار مشكله معينه تحلها بسوفت وير، زي مثلا لينك تري اللي هتلاقيه موجود في انستجرام بايو عند ناس كتير جدا. هو ببساطه بيعمل لك ويب سايت شخصي بسهوله جدا بكذا كليك. او كام سكانر اللي كلنا بنستخدمه عشان نحول اي ورقه قدامنا البي دي اف، او المواقع اللي انت بتدخل عليها عشان تحول الوورد اللي قدامك لبي دي اف، او حتى الاكستنشنز اللي بتدخل على جوجل كروم زي جرامرلي عشان يساعدك تصحح الجرامر بتاعك وانت بتكتب. كل دي نماذج صغيره للسوفت وير از سيرفيس. فاللي انت محتاج تعمله انك تدور على مشكله تكون انت او غيرك بيقابلها وتعمل لها حل عباره عن سوفت وير. ومش شرط اصلا ان انت اللي يكون عندك الخبره في البرمجه، لا، انت ممكن توظف فريلانسر يعملها لك. ده نوع البيزنس اللي انت فيه مش صاحب المنتج اصلا، انت بس بتوصل صاحب المنتج بالعميل. زي امازون مثلا، هم ما عندهمش منتجات خاصه بيهم، هم بيوصلوا البايع بالعملاء. او كمان اوبر ما عندهمش اي عربيات ليهم، بس بيستغلوا حلقه الوصل بين الناس اللي محتاجه توصيله والناس اللي معاها عربيات. او تطبيق طلبات اللي بيوصل المطاعم بالعملاء. النوع ده من البيزنس له احتماليه نجاح كويسه، بس مش متاحه لكل الناس. من مميزاته ان البيزنس ده سهل يكبر، لان مش انت اللي بتعمل الشغل بنفسك، انت بتوصل العميل بالبايع او بالشخص اللي بيقدم الخدمه اللي هو محتاجها. مثلا زي الجرافيك ديزاين، انت ممكن تاخد نسبه عشان توصله بعملاء. كمان مش محتاج يكون عندك مخزون لاي حاجه، لان زي ما قلت انت مش البايع. عيوبه بقى انك هتكون مسؤول عن اي غلطه قدام العميل. يعني لو بتوصل جرافيك ديزاينر بالعميل، فلو حصل تاخير في استلام الشغل انت المسؤول. كمان التعامل في الماديات بين الطرفين بيكون صعب، لان لو حصلت شكوى او مشكله بين الطرفين انت اللي بتحلها. مش هتحب تخسر العميل فلوسه عشان انت محتاج عملاء، وفي نفس الوقت مش هتحب تخسر الناس اللي بتشتغل معاك. كمان ده نوع من البيزنس بيحتاج مهارات عالية في التواصل والبيع عشان تقدر توصل الاتنين ببعض، فهنحطه في الفئة الثالثة. لو انت دايما بتفكر تبدأ بيزنس بس عمرك ما بدأت عشان الفكرة دي صعبة عليك، او الفكرة دي محتاجة مجهود ووقت عشان تتعلمها، انت خلاص ما عدتش عاوز تتعلم حاجة جديدة، انت حابب تشتغل على طول، او بلاش فكرة المشروع دي، ده هياخد سنين كتير عشان ينجح وممكن اصلا تفشل. كل دي مبررات عقلك هيقولها ليك عشان يفضل في الكومفورت زون وما يخرجش منها، لانه مش عاوزك تعمل اي مجهود، هو بيحب يفضل مرتاح. بس لازم تفتكر ان اي بيزنس حتى لو هياخد سنين عشان توصل من وراه الحاجة، فالسنين كده كده هتعدي. فالأحسن ليك انك تكون حاولت وقدرت تحقق حاجة عن ان انت فضلت في مكانك بعد ما الوقت عدى. لو الفيديو ده عجبك وقررت تبدأ بيزنس، فممكن تحب تشوف فيديو ازاي تختار اسم البراند المثالي. يا رب اشوفكم الفيديو الجاي، يلا هتوحشوني.